انشقت الأرض وبلعته. تخيل تكون نايم في غرفتك وفجأة الناس تسمع صراخك وتختفي للأبد. في سنة 2013 في ولاية فلوريدا في منتصف الليل، شاب اسمه جيف بوش عمره 36 سنة ساكن مع 6 من أفراد عيلته، كان في غرفة نومه وانفتحت حفرة كبيرة تحت سريره وبلعته هو وغرفة نومه. أخوه سمعه وهو بيصرخ وحاول إنه ينقذه، لكنه ملحقش يشوفه وما تبقاش من آثار غرفة جيف إلا كابل التلفزيون اللي كان مدلدل في الحفرة، واللي كان عرضها حوالي 6 أمتار وعمقها حوالي 30 متر. والغريب ان غرفته بس هي اللي اختفت، والست اشخاص اللي كانوا معاه ما حصلهمش حاجه، وفرق الانقاذ حاولوا العثور عليه لكن مفيش فايده. جيف اختفى للابد. فالسلطات دفنوا الحفره وهدوا البيت وعملوا عليها سياج كبير علشان لو ظهرت الحفره مره تانية محدش يتاذي. المهم ان الحفره ظهرت مره تانية سنه 2015 وانشقت الارض عن حفره عرضها 7 امتار، وظهرت مره تانية في 2020، وده دفع السلطات انها تكبس الحفره ب 150 طن من التراب. برايكم ايه اللي حصل لجيف وايه سبب الظهور المتكرر للحفره؟